تخيل لو قلتلك إنك تقدر تكسب $100 خلال أسبوع واحد بس، سواء كنت طالباً، موظفاً، أو حتى قاعداً في البيت. في طرق تقدر من خلالها تحقق $100 بسهولة. والأحلى، مش محتاج خبرة كبيرة، بس محتاج تبدأ وتنفذ. في الفيديو ده هقول لك أفضل الطرق المضمونة لكسب $100 في أسبوع، وإزاي تبدأ النهاردة. انترو سريع مع عنوان: إزاي تكسب $100 في أسبوع. 1. فريلانسينج، فلوس من مهارتك. لو عندك أي مهارة حتى لو بسيطة تقدر تكسب منها فلوس في أسبوع. اشتغل على مواقع زي فيفر، أبورك، مستقل. 5. ممكن تقدم خدمات زي كتابة المقالات، تصميم الصور والشعارات، الترجمة، تعديل الفيديوهات، حتى تفريغ النصوص أو إدخال البيانات. مثلا لو عملت 5 خدمات ب$20 بس لكل خدمة، هتوصل إلى $100 في أسبوع بسهولة. 2. التفريغ الصوتي وكتابة المحتوى. لو بتعرف تكتب بسرعة، دي طريقة سهلة جدا تكسب منها فلوس. فيه مواقع زي ريف، سكريبي، جو ترانسكريبت بتدفع لك فلوس مقابل تحويل الصوت لنص مكتوب. كل اللي عليك تسمع وتسجل اللي بتسمعه. ممكن تكسب 10 إلى $20 في اليوم الواحد بس من التفريغ الصوتي. ممكن كمان تكتب مقالات أو نصوص إعلانية على مواقع زي آي رايتر، تكست بروكر. خمسات، كل اللي هتحتاجه هو لابتوب أو موبايل وأسبوع واحد من الشغل. 3. بيع التصاميم والقوالب الجاهزة. حتى لو ما عندكش خبرة في التصميم، تقدر تكسب فلوس منه بسهولة. موقع كانفا بيسمح لك تصمم شعارات وبوسترات بسهولة. ممكن تبيع تصميماتك على مواقع زي إتسي، ريد بلوب، تسبرينك وتكسب فلوس. لو عملت 5 إلى 10 تصميمات واتباع منهم شوية بس، هتوصل إلى $100 بسهولة. الموضوع بسيط، حتى لو مبتدئ. جرب بنفسك. 4. اختبار المواقع والتطبيقات، فلوس مقابل رأيك. تخيل إنك تاخد فلوس بس عشان تجرب مواقع وتطبيقات جديدة. فيه مواقع بتدفع لك مقابل أنك تختبر المواقع وتعطي رأيك زي يوزر تيستينج، يكسبك $10 لكل اختبار. Try My UI User Lytics. كل اختبار بياخد 15 إلى 20 دقيقة، ولو عملت 10 اختبارات في الأسبوع، خلاص وصلت إلى $100. طريقة سهلة ومش بتاخد وقت. 5. إعادة بيع المنتجات، Drop Servicing and Flipping. دي طريقة عبقرية وناس كتير بتكسب منها. ببساطة، بتشتري منتجات بسعر رخيص وتبيعها بسعر أعلى. ممكن تشتري حاجات من علي إكسبريس أو أمازون وتبيعها على فيسبوك ماركت، أو حتى تعرض خدمة زي التصميم على فايفر وتطلبها بسعر أرخص من مستقل وتاخد الربح لنفسك. مفيش أسهل من كده. ممكن تحقق $100 في أسبوع بدون مهارات. الخاتمة: إزاي تبدأ النهاردة؟ زي ما شفت، في طرق كتير تقدر تحقق منها $100 في أسبوع واحد بس. ابدأ النهاردة. لو عندك مهارة، جرب الفريلانسينج. بتحب الكتابة؟ جرب التفريغ الصوتي أو كتابة المقالات. بتحب التصميم؟ ابدأ في بيع تصميماتك. عايز حاجة سهلة؟ جرب اختبار المواقع أو إعادة بيع المنتجات. قل لي في الكومنتات إيه الطريقة اللي هتجربها، وهل جربت أي منها قبل كده؟ لو عجبك الفيديو، متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. Blast of Money Fire.